السلام عليكم ورحمة الله حبايبي طلبة وطالبات الثانوية العامة 2024. أخباركم إيه؟ معاكم ميس محمد الجوهري أستاذ اللغة الفرنسية. إن شاء الله طالع أتكلم معاكم على امتحان الثانوية العامة السنة دي. الامتحان طبعا بشكل عام كان كويس جدا. الامتحان بيراعي جميع المستويات، الامتحان متوسط المستوى يميل للسهولة. يلا بينا نشوف الأسئلة اللي جت في امتحان الثانوية العامة ونتأكد من إجاباتنا ونطمن على اللغة الفرنسية اللي هي دايما مصدر السعادة، وبقول عليها دايما لكل طلابي لو بونبون دو باك. امتحان الثانوية العامة 2024 دور أول كيستيون بيقول لي لو دوكومون puis choisis la bonne réponse. اقرأ الوثيقة ثم أجب على الأسئلة التالية. 2 من pierre@gmail.com à jean@yahoo.com. objet voyage de classe، رحلة من الفصل أو رحلة مدرسية. salut Jean. بيير بيقول له جون سالو أهلا، جو مابيل بيير، بيقدم نفسه. j'ai 17 ans. je vais à l'école secondaire، بروح مدرسة ثانوي. j'ai range toujours ma chambre، أنا منظم. et j'aime visiter de nouveaux pays، وحابب أزور بلد جديدة. le weekend je joue au football avec mes amis au club، في الأجازة بتاعتي الأسبوعية بلعب كرة مع أصحابي في النادي. en été je vais voyager en Suisse، في الصيف القادم أنا هسافر سويسرا. avec mes 15 copains، مع 15 من أصحابي. de classe. Le voyage va être de 4 à 10 ans. de 4 à 10 août، الرحلة تكون من يوم 4 ليوم 10 في شهر أغسطس. nous allons voyager en train، هنسافر من فرنسا لسويسرا بالقطر. visiter 3 villes، هنزور 3 من المدن. nous allons faire ces activités، وهنعمل الأنشطة دي. visite du musée du chocolat à la Lausanne، ده مدينة سويسرية، هنزور متحف الشوكولات أو متحف الشوكولاتة في مدينة اسمها لوزان. visite du Genève en bateau، وهنعمل رحلة لمدينة جنيف في مركب. concert de musique classique à Bâle، وهنحضر حفلة موسيقية في مدينة بال، ودي برضو مدينة سويسرية. nous allons prendre des photos pour les envoyer à nos familles. nous allons prendre des photos pour les envoyer à nos familles، وهناخد كلنا صور نبعتها للأسر بتاعتنا. et nous allons acheter de cadeaux، هنشتري هدايا pour nos professeurs، للمدرسين بتوعنا. aussi je vais rencontrer mes cyber copains، وأقابل كل أصحابي في الأونلاين اللي أعرفهم سويس السويسريين. au restaurant de la ville pour le déjeuner، في مطعم في المدينة هنتغدى مع بعض. je vais prendre de la salade verte et de la viande parce que je n'aime pas beaucoup manger، أنا هتناول سلطة خضراء لأن أنا مش بحب الأكل كتير، طبعا مع قطعة لحمة أو مع لحمة لأن أنا مش بحب الأكل. le 10 août يوم 10 في شهر أغسطس nous allons acheter des billets de train pour rentrer à Paris، هنشتري تذاكر للقطار عشان نرجع مدينة باريس للمدينة بتاعتنا. et toi وانت يا جون écris-moi de tes projets de vacances، اكتب لي عن أفكارك في الأجازة. أول كيستيو يا جماعة بيقول إيه السؤال الأول؟ dans ce document، في هذه الوثيقة اللي احنا قريناها بيير ديكري، بيير بيوصف ايه؟ une ferme المزرعة، une classe الفصل، un restaurant المطعم، un voyage رحلة، طبعا الإجابة un voyage اللي هي الرحلة المدرسية اللي عملها. à جنيف في مدينة جنيف، ايه نوع الاكتيفيتي النشاط اللي الطلبة يعملوه في المدينة دي؟ les élèves vont aller à un concert، هلا يحضروا حفلة. faire du bateau ركوب المراكب. visiter un musée. jouer au football. لو رجعنا مع بعض للدوكومون وشوف البروجرام اللي ذكره، قال في جنيف داكور، قال طبعا فيزيت دو جنيف اون باتو، هنعمل زيارة لمدينة جنيف بالمركب، فنختار طبعا فير دو باتو. بيير فا انفوايي، بيير قال هبعت للأسرة بتاعته ايه؟ دي بيي تذاكر، دي كادو هدايا، دو شوكولا، ودي فوتو. طبعا الإجابة دي فوتو لأن قال هنتصور ونبعت صور للأسر بتاعتنا.
بيير إيه؟ بيير من وصفه سبورتيف رياضي، تيميد خجول، جورمون أكول، ديزأوردوني غير منظم. هو قال فوق ان انا بحب ارتب اوضتي، يبقى هو اكيد اردوني. وقال ان انا جو نيم با مونجي بحبش اكل كتير، يبقى هو مش جورمون. وهو اكيد عنده اصحاب كتير، فهو اكيد مش تيميد خجول، يبقى هو سبورتيف رياضي. ده من الاكتيفيتي اللي تم ذكرها في القطعه. بور فواياجي اون سويس، للسفر لسويسرا. ليز élèves vont، الطلبه توجهوا لايه؟ على ايربور للمطار، على غي محطه الباص، على جار محطة القطر، على ستاسيون محطة المترو. قلنا يا جماعة كذا مرة نذاكر أهم وسائل المواصلات والمكان المحطة الخاصة بكل مكان أو بكل وسيلة. طبعا على جار علشان طبعا هم سافروا اون تران. لا durée de voyage إيه؟ مدة الرحلة كانت un mois شهر، une semaine أسبوع، plus d'une semaine أكتر من أسبوع، plus d'un mois أكثر من شهر. وقال من 4 ل 10 جور أو ل 10 جور، من 4 ل 10 أيام. طبعا يبقى ده نشوف مع بعض كده نتأكد قبل ما نختار. Elle, je vais voyager en Suisse avec mes 15. Le voyage va être de 4 à 10 août، من 4 ل 10 أغسطس. يبقى دول 7 أيام، يبقى المدة أسبوع، une semaine. قطعة بسيطة وسهلة، وتم تدريب مني طبعا لكل الطلاب ومعظم أساتذة اللغة الفرنسية. ما شاء الله، يعني ستاف اللغة الفرنسية مرزق بكل مدرسين فرنسي أو معظمهم ناس مجتهدة وناس عاملة اللي عليها. بس محتاجين من الطالب ان هو يشتغل اكتر على نفسه شويه. ليه لي دوكومو بو شوازي لا بون ريبونس، القطعه الثانيه او الدوكومو الثانيه. ألان إي مارتان، ألان ومارتان دول أسامي أولاد اتنين، نشوفهم أصحاب ولا ظروفهم. سون دو فغير، دول اتنين إخوات. ألان أ 18 ans، ألان عنده 18 سنة. إلا بوكو دامي، يبقى عنده أصحاب كتير، يبقى هو سوسيابل اجتماعي. مارتان أ 6 ans، مارتان عنده 16 سنة. إل ني با دامي، خجول ما عندوش أصحاب. إلين بوكو مونجي، بيحب بس ياكل. إل ني رونج جامي سيز أفير، وما بيرتبش أغراضه. بنشرد لمارتان، شكله مزعل الناس يعني. سولو ويك اند، يوم الأجازة، لو ساميدي. إلين فير لا كوزين، بيحبوا طبعا عمل الطبخ هما الاثنين أو الأكل. إلي 14 الساعة 14، يعني الساعة 2 الظهر. إلزون تريفا، حسوا إن هما جعانين جدا. إلفون أو مارشي، ذهبوا للسوق. pour acheter les ingrédients de leur plat préféré، لشراء مكونات الأطباق المفضلة ليهم. تعال نشوف ألان ومارتان بياكلوا إيه بقى. ils vont acheter des carottes، الاتنين اشتروا جزر. دي تومات، 10 و10 من البيض، 10 بيضات. du lait et de la viande، لبن ولحمة. pour le déjeuner، في الغداء ils vont cuisiner، هيطبخوا une pizza. والله شاطرين قوي إنهم يعرفوا يعملوا بيتزا. Pour le déjeuner, ils vont cuisiner une pizza. C'est le plat préféré de Martin. ده الطبق المفضل لمارتان، يبقى مارتان بيحب البيتزا. Et du steak، وكمان الستيك اللي هي قطع اللحم. Le plat préféré de Alain، ده يعتبر الأكل المفضل لألان، يبقى ألان بيحب الفيوند أو اللحمة ومارتان بيحب البيتزا. Le supermarché est loin، الماركت كان بعيد. de عنهم. دي ضمير اسمه برونوتونيك، ضمير بديل أو ضمير توكيد بدل إلى فيك اس. ils ne peuvent pas y aller à pied، لا يستطيعوا الذهاب على القدمين. et ils n'aiment pas prendre le bus، لا يستطيعوا ركوب الباص أو لو مترو. ils prennent leur voiture، بياخدوا أو هم بياخدوا العربية بتاعتهم. ألان ومارتان font les courses pendant 10 heures، قاموا بعمل الشراء لمدة ساعتين. ils rentrent chez eux pour préparer le déjeuner، هم رجعوا بيتهم لإعداد الغداء. à 17 heures، الساعة جت 5 العصر يعني 17. ils prennent le repas، تناولوا الوجبة بتاعتهم. ils regardent la télévision، وقعدوا يتفرجوا على التلفزيون. قصة حزينة بس بسيطة، ما فيهاش أي حاجة يعني، ولا أي حمادة بالجنزبيل. دوكومو بسيطة جدا يا جماعة.
فوكابولار عادية، أفكار بسيطة بتعتمد على الأفكار أو التوقيتات والأرقام. وقلنا قبل كده وقلنا كذا مرة إن احنا نركز على فكرة الأليمون والبواسون والسوبر مارشي، وقلنا أكتر من مرة فكرة الأجازة، ودي الحمد لله الفكرتين اللي تم استخدامهم في الدوكومون. Ce document décrit de Alain. الدوكومون دي بتوصف ايه اللي ألان قام بيه، لا كوزين الأكل أو الطبخ، ليز أشا الشراء، لا ميزون المنزل، لو كارتي الحي السكني، ليز أشا طبعا الدوكومون بتوصف الشراء اللي هم عملوه. ألان et Martin vont au supermarché. راحوا ازاي للماركت؟ en métro, en voiture, en bus, à pied. على القدمين طبعا en voiture. ألان بحب أكتر إيه، لا بيزا ولا لي تومات ولا لي كاروت، لا فيوند لأن قال ستيك، والستيك طبعا تنتمي للا فيوند اللحوم. يعني تركيز بسيط جدا يا جماعة. يعني في أكتر من حد قال لي غلطت في السؤال ده طبعا، يعني إزاي إن أنت مش عارف تربط ما بين الستيك والفيوند اللحوم، إلا لو أنت مش بتاكل لحمة كتير بقى، يعني بيني وبينك اللحمة بقت غالية يعني. Les deux frères vont au rayon. الاتنين الإخوات راحوا قسم إيه؟ بواسون مشروبات، فيوند اللحوم، بريدوي دو لا مير منتجات البحر، طبعا فيوند. مارتن et Alain prennent leur déjeuner. تناولوا الأكل بتاعهم فين؟ à la maison في المنزل. مارتن من ضمن صفاته ان هو جورمو اكول، ولا سبورتيف رياضي، ولا سوسيابل اجتماعي، ولا اوردوني منظم. طبعا هو جورمو اكول، ده على حسب ما تم ذكره في الدوكومون. نخش مع بعض على كيستيون نمرو 3، السؤال الثالث. شوازي لا بون ريبونس، اللي هو سؤال سيتياسيون المواقف يا جماعه. اولا مجموعه المواقف عليها درجه. اول سيتياسيون بيقول لي ايه؟ votre ami vous demande، صديقك بيسالك pourquoi vous allez au restaurant، ليه بتروح المطعم؟ سؤال ولا اروع يا جماعه، بسيط جدا. parce que j'aime faire la cuisine، لان بحب اعمل اكل. parce que je viens de manger، الجمله دي صايعه سيكا، لان يعني بقولك عشان لسه واكل، لسه واكل من شويه، طبعا دي غلط. parce que j'ai faim، لان انا جعان حالا يعني. parce que j'aime manger à la maison، لان بحب اكل في البيت، يبقى ليه رايح المطعم. parce que j'ai faim، لان انا اشعر بالجوع. question 2. votre ami vous demande ce que vous faites dans le forêt. صديق بيسألك ماذا تفعل في الغابة. في لا فوري ده مكان تم ذكره في الوحدة الثالثة اللي هي لو كلوب دو اكسبلوراتور، بتتكلم عن الكامباني والفيل، الريف والمدينة، وكان في كلمة معروفة اسمها لا فوري، شبه فورست في الانجليش، فوري يعني غابة، شجر عالي وكده. جيم فير دو سكي عشان اعمل تزلج. جي مي برومين ا شيفال عشان اتنزه بالحصان. جي ماموز بارك داتراكسيو عشان استمتع في مدينة الملاهي. جيم بوكو لا فوري عشان بحب الغابة كتير. المنطقة أكتر عشان جيم أو جو مو برومين à cheval. جو مو برومين à cheval معناه أحب التنزه بالخيل أو على الحصان. votre ami s'informe، فيرب s'informer قلنا كتير قوي إن هو معناه يستعلم. صديقك بيسألك أو بيستعلم sur les équipements. les équipements معناه الأدوات اللازمة du cyclisme. طبعا ده الموقف ده كلنا اتهرينا من الموقف ده، يعني يعتبر بونص. محتاج ايه لركوب الدراجة؟ محتاج ان فيلو ايه دي باسكيتس، دراجة وحذاء رياضي. ان بالون اي ان باني، كرة كبيرة وسلة. اون بال اي دي راكيت، كرة صغيرة ومضرب تنس او مضرب او دي مضارب يعني. ان كورد اي ان كاسك، ولا حبل وخوذة او قبعة انقاذ، لكن محتاجين للسيكليزم ان فيلو اي دي باسكيتس. طبعا انا بوضح لكم الفرق بين الصح والغلط، ليه اخترنا الصح وليه سيبنا الغلط. Vous proposez à votre copain d'aller au cinéma. فودت أنت تقترح
على صديقك الذهاب للسينما. قلنا فاكرين يا جماعه الجمله ده اكيد هتفتكروها لما اقولها لكم دلوقتي. proposer ça te dit proposer ça vous dit. قلنا كذا مره كتير قوي لغايه ليله الامتحان لما يجي لك فيرب proposer تختار الجمله اللي فيها ça te dit او ça vous dit اللي معناها ايه رايك او ماذا لو نذهب لكذا للاقتراح. ça te dit d'acheter un CD, ça te dit de regarder un film à la télévision, ça te dit de regarder un film policier, ça te dit d'aller au café. طبعا هو هنا مستشار اللغه الفرنسيه بيروش معانا جايب لك كل اختيارات فيها ça te dit بس انت طبعا بتربط السينما بريغاردي ان فيلم بوليسي نتفرج على فيلم بوليسي. Vous voulez acheter des lentilles تريد شراء عدس. lentilles فودت هتقول جي في او رايون بريدوي سيرياليير اذهب لقسم منتجات الغلال او الحبوب. لكن اجابه بي بتقول بريدوي دو لامير منتجات البحر. فروي وليجوم خضر وفواكه. لكن بريدوي ليتيير منتجات الالبان. الاجابه بريدوي سيرياليير. Vous invitez votre copain تدعو زميلك à passer d'accord quelques jours à la campagne. تدعو صديقك للقضاء عدة أيام في الريف. إلى refuse هو بيرفض. عشان يرفض يقول إيه؟ d'accord اتفقت معاك c'est une bonne idée. دي فكرة حلوة جدا. نو طبعا j'ai beaucoup de travail عندي شغل كتير. هو رفض بذكر السبب. pourquoi pas ليه لأ؟ je viens avec mon frère أنا جاي مع أخويا. j'aime aller à la campagne بحب جدا الريف. لكن عشان يرفض هيقول j'ai beaucoup de travail عندي كثير من العمل أو الشغل. d'accord. grammaire القواعد. أول سؤال بيقول الويكند يوم الأجازة on va chez tante رحنا عند العمة. son ولا نو ولا نوتر. داكور تعال نشوف مع بعض كده. اصلا يا جماعه من زمان من اولى ثانوي عارفين ان الفاعل اون يتعامل معامله الايل والال كتصريف فعل. لكن مع البوسيسيف مع صفات الملكيه يتعامل معامله النو لان هو معناه احنا. بعد النقط مفرد تحط نوتر بعد النقط جمع نحط نو. فالاجابه نوتر تونت عشان تونت جاي مفرد. les sœurs de mon copain sont اخوات صاحبي يكونوا اخواته البنات يعني. intelligent أذكياء. gourmand أكلين. sympa رائعين. ordonné منظمين. طبعا الصفة sympa تنفع ماسكولا وفيمينا لكن بقية الصفات جاية بس هنا جاية جمع مذكر مع سور وهي جمع مؤنث. لكن sympa تنفع مذكر ومؤنث. Je suis dans ma chambre أنا دلوقتي في أوضتي. je ne veux pas أو je ne veux voir أنا لا أريد رؤية personne أحد. quelqu'un طبعا شخص ما تنفعش تيجي في النيجاتيف هي كلمة إثبات. با النفي با ما ينفعش لأن با بتنفي فيرب واحد بس مش فيربين ورا بعض. جامي نفس الفكرة معناها أبدا بتنفي فيرب واحد لكن نو بيرسون أصلا الجملة تتناسب في المعنى وتتناسب من ناحية القواعد لأن بيرسون بتنفي فيربين ورا بعض. بالإضافة إن أنا هنا بقول في أوضتي مش عايز أشوف حد يعني مكتئب غالبا. ربنا يبعد عننا جميعا الاكتئاب يا جماعه. الى في سو ويك اند هو عامل ايه في الاجازه في العطله. كوا ما او اي بتيجي دايما اخر سؤال. كي من غير متناسبه في المعنى. كون امتى برضو ما تنفعش. كاسكو حتى كاسكو راجل الطيب عامل لنا ابوستروفي عشان يساعدك يقول لك كاسكل في سو ويك اند ماذا فعل في الاجازه اللي فاتت. الفون ديلتا بلون. ديلتا بلون دي يا جماعه وربنا الناس اللي تشوفني دلوقتي من طلابي انا مراهن عليها. قلت لك دلتا بلون طائره شراعيه. دي ولا او ولا دولا ولا الا. فيرب فير دايما بيجي بعديه دي ودولا. خليكم فاكرين يا جماعه قلنا اكتر من مره ان فيرب فير ودي ودولا ده اساسي وبيجي في الامتحان بفضل الله. توقعاتنا 100% كلها جت في الامتحانات. الفون دي دلتا بلون. دي دلتا بلون. دلتا بلون رمي طائره شراعيه باردون من الرياضات المذكره. elle ne va pas à la piscine هي مش هتروح حمام السباحة. قلت لي elle déteste la natation هي بتكره السباحة. نو لا هي بتكره السباحة. الرد بسي يعني بلا للرد على سؤال منفي بالإثبات. يبقى لو أنا قلت هي بتحب السباحة أو هي رايحة البسين كنت قلت سي اللي معناها بلا. لكن طالما هي بتكره السباحة فأكيد بترفض يبقى نو. ما تونت et ses filles العمة
أو عمتي وبناتها sont arrivés de Paris وصلوا باريس وصلوا من باريس. je passe chez pour les saluer همر عليهم علشان أسلم عليهم أو أرحب بيهم. طبعا أنا بستبدل كلمة ما تونت الفاعل ما تونت اي سي في اللي هم يتعاملوا معاملة ألافيك اس جمع المؤنث يعني هن بال يبقى جي باس شيزل همر عليهم اللي هم مين ما تونت اي سي في فبستبدلهم بال افيك اس. السؤال رقم 8 شير أمي صديقي العزيز tu es pour أنت مع أو كونتر ولا ضد opinion هذا الرأي سي ست س وست. طبعا opinion هي كلمة مفرد مؤنث قلت لكم أكتر من مرة وارجع لملزمة المراجعة وملزمة الامتحان هتلاقي مكتوب إن المقطع يون بيبقى في منها opinion كلمة مؤنثة ومفرد تبقى ست الأخيرة لكن ست التانية يا جماعة الناس اللي اختارتها بتيجي للمذكر اللي فيه حرف متحرك لكن opinion أصلا مؤنث. Vous voulez un autre sandwich تحب ساندويش كمان قلت لي نو je ne veux plus قلت لكم كتير جدا ان لو سألتك عن كومبليمون مفعول بيجي قبله الان والان والدي او الدي والدولا والدو الابوستروف والدي او الاعداد او الكميات بنستبدل الكومبليمون ده بضمير شخص اسمه اون اللي بيحل محل كلمة un autre sandwich فبتقول non je n'en veux plus لم اعد اريد منه المزيد شكرا ليك فاستخدم on. المجموعة الثانية من القواعد الأسئلة اللي على درجتين ne parlez pas السؤال ده محتاج نشغل مخنا شوية. ne parlez pas يعني لا تتكلموا le professeur regarde المدرس يراكم أو المدرس يرانا يبقى هنا وي يا إما لو كانت في فو الفاعل الضمير الشخصي فو أو الضمير نو هتبقى وي ne parlez pas le professeur regarde oui je nous opie toujours d'accord يبقى الإجابة non. mes cousins أقاربي أو ولاد عمي au parc d'attraction il y a 2 jours منذ يومين كلمة il y a بتدل على الباسي ريسون الماضي القريب او لو باسي كومبوزي الماضي المركب. تعال نشوفه جايب لنا ايه. جايب لنا طبعا باسي كومبوزي مي كوزان هنا ولاد عمي دول يتعاملوا معامله الافيك اس فياخدوا الاجابه الاخيره سو سون بروميني يعني هم كانوا بيتنزهوا والدليل ان الفعل في الباسي كومبوزي مع الاوكسيلير اتر مع المساعد اتر بياخد تبعيه اس عشان الفاعل جمع مذكر. اخر الاسئله السؤال المقالي الميل كان ولا اروع وسهل جدا بيقول لي سالو. أول ميل بيسألك عن الرياضة المفضلة تمام كده ويقول لك إيه نوع الرياضة اللي بتحبها و تلعبها فين فبيقول لي سالو موا أنا جيم تو لو سبور إي توا كال جينر دو سبور في تو تو لو براتيك. أنا بحب الرياضة كل الرياضات وأنت إيه نوع الرياضة اللي بتحبها وأين تمارسها. طبعا يا جماعة السؤال المقالي ما بقاش ليه نموذج إجابة بيتم تقييم كل طالب على حسب درجته. سؤال مقال عليه 3 درجات الإيميل و3 درجات الموضوع. طبعا بتقول له سالو في الأول أو بونجور أو بونسوار تقول له موا أوسي وأنا أيضا جيم تو لو سبور أو موا جيم لو سبور كلاسيك جو بريفير لو فوتبول جو جو أو فوتبول أو ستاد أو سور لو توران أو ممكن تختار رياضة تاني غير الفوتبول برضه هتبقى صح أكيد. وبيتم التقييم في المقالي بمنتهى البساطة ما بنقساش على الطلبة يعني إن شاء الله نتفائل خير كلنا ناخد الدرجة النهائية في المقالي. الموضوع بيقول لي traiter le sujet suivant utiliser les éléments donnés تعامل مع هذا الموضوع واستخدم العناصر التالية. vous invitez vos copains à une fête d'anniversaire عزمت أصحابك على حفلة عيد ميلادك في البيت. décrivez les préparations de cette fête اوصف تجهيز الحفلة ومديك كلمة ديكوراسيون الديكور أليمون الأكلات. داكور بتقول مثلا par exemple ممكن تقول إياك امبارح j'ai invité عزمت tous mes amis à mon anniversaire à la maison. داكور هتقول أول حاجة maman a préparé les boissons et le gâteau مامتي جهزت التورتة والمشروبات. Papa a fait la décoration pour la maison أو la décoration de la maison بابا جاهز ديكور المنزل. Mon frère a installé
de la musique أخويا اهتم بالموسيقى أو préparer la musique اهتم بالموسيقى. ma sœur d'accord a mis la table حطت السفرة أو جهزت السفرة. moi j'étais très content avec mes copains et ma famille كنت سعيد جدا أنا وأصحابي وعيلتي. on a mangé أكلنا on a dansé رقصنا on a chanté غنينا. لا فات été très super الحفلة كانت رائعة. طبعا ده موديل بسيط من إجابتك للسؤال المقالي، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للجميع. أنا شايف الامتحان يا جماعة امتحان متوسط يميل للسهولة. بون شانس بارتوس، يعني نتفائل خير، ربنا معانا ربنا معانا كلنا، وإن شاء الله نتفائل خير بالنتيجة. شايف امتحان فرنسي دايما كالعادة مصدر السعادة لو بون دو باك. كل التوفيق ليكم ان شاء الله باذن الله، ربنا يكتب لكم النجاح في الامتحانات اللي جايه. كنت معاكم اسمي محمد الجوهري، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.